هو إحنا ليه بننزّل أولادنا حضانة؟ عشان إحنا نرتاح والّا عشان أولادنا يتعلموا حاجة؟ اسمعوا إجابة السؤال ده في الفيديو ده. في أمهات كتير أوي بيبقوا عايزين يفصلوا ساعتين 3 كده قبل ما أولادهم يرجعوا، يشربوا قهوتهم في هدوء، يعني يخلّصوا شغل البيت، يعملوا حاجة مختلفة عن الروتين إن هم ياخدوا بالهم من أولادهم، فبيقرروا إن الأولاد لازم ينزلوا حضانة، وبالذات بقى لو الطفل يعني حركته كتيرة ونشاطه كتيرة جدًا. ولكن في برضه ناس تانية تقول لك لأ، أنا أنزّل ابني في سِن صغير ممكن سَنة ونُص كمان عشان يتعلّم ويستفيد خبرات ويتعلّم لغة ويتعلّم حاجة مختلفة. بعيدًا بقى عن كل ده، مش عيب أبدًا إن الأم تبقى عايزة تفصل شوية، لكن علميًا نزول الطفل الحضانة هو مش رفاهية أبدًا، ده أول خطوة في تكوين شخصية الطفل. الطفل بيبدأ يحتك ببيئة اجتماعية مختلفة عن اللي موجودة في البيت، عمرنا ما هنقدر نوفّر لهم في البيت اللي بيشوفوه في الحضانة. أنشطة رياضية، كلام مع أطفال من سنه، دمج، حالة الدمج دي وبالذات لو الطفل وحيد هو بيبقى محتاجها جدًا، ودي مش هيلاقيها غير في الحضانة، بيندمج مع عدد كبير من الأطفال، بيشوف سلوكيات مختلفة، بيبتدي يفهم، بيبتدي يعتمد على نفسه، يتعلم إزاي يدخل الحمام لوحده، إزاي ياكل لوحده، إزاي يلبس الجزمة لوحده، كل الحاجات دي هو مش هيتعلمها بسهولة غير في الحضانة، مهما الأم حاولت هي بتحاول وكل حاجة، ولكن قدرة المكان اللي بيقضّي فيه 8 ساعات، هو ده فعلًا اللي بيفرق جدًا في شخصيته. بتلاقي يعني في 3 شهور شخصية الطفل اتغيّرت خالص، من طفل مثلًا كلامه قليل وصوته واطي، لطفل تاني قادر يعبّر عن نَفْسه لإنه شايف أصحابه اللي في الحضانة بيعملوا إيه، بيبدأ يحتك بيهم، بتلاقيه إنه بيحب اللعب مع زمايله، غير لمّا يبقى طفل انطوائي، بيبتدي بقى يتعامل ويشوف دنيا مختلفة، وده بيأهّله جدًا للمدرسة إنه ما يتخضش إنه فجأة بِعد عن مامته. هناك مُخّه بيتدرّب على حاجة مهمة أوي اسمها emotional regulation. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مُخّه بيبتدي يتعامل مع الإحباط والمشاركة. لو طفل ضايقه بيتعلّم مع الوقت إزاي يتعامل من غير مامته وباباه، بيتعلّم إزاي يشارك حاجته، إزاي يبقى طفل متعاون. في بعض الأمهات كانت يشتكوا يقولوا لك ابني بيحب حاجته جدًا، ما بيحبش يدّي حاجته لحد خالص. الحضانة بتعلّمه يعني إيه مشاركة، بتنظّم مشاعره، وحاجة مهمة كمان بتنظّم نومه. الطفل لمّا بيبقى يتعوّد كل يوم إن هو بيصحى في وقت معيّن وبينام في وقت معيّن، ده مهم جدًا لنمو الدماغ.